بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. كل سنة وانتم طيبين. يا رب العيد يكون سعيد علينا وعليكم وعلى أمة محمد جميعا. ما تنسوش تصلوا على الرسول. ربنا يبارك لنا في أيامنا يا رب، ويجعلها أيام جميلة يا رب مع بعض. هنعمل النهاردة أكلة حلوة قوي، من أكلات العيد، سهلة وظريفة وخفيفة على قلوبنا إن شاء الله، ومش مكلفة جدا. هنبدأ في مكوناتنا. هنسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنعمل كفتة رز. معايا نص كيلو من الرز، غسلته ونقعته حلو قوي وسبته منقوع فترة، وصفيته من المية حلو خالص عشان ميبقاش فيه مية، وحطيته في الكبة وفرمته حلو. اهم حاجة ان هو يتفرم حلو مرة واتنين وتلاتة. وبعد ما يتفرم معايا شبت وبقدونس وكزبرة، هنزل عليه بالشبت والبقدونس والكزبرة افرمهم برضو فرمة حلوة. وهنزل معايا بصلاية وسط واربع فصوص توم او نص راس توم زي ما انتم شايفين كده، ومعايا قرن فلفل احمر وفلفل اخضر. بيديني ريحة حلوة في الكفتة بتاعتنا وبيدي طعم حلو. هفرمهم بالشكل ده حلو خالص ونعمهم. ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. هنزل بقطعة قطعة علشان كل المكونات تخش ببعضها زي ما انتم شايفين كده. هفضل افرمها كلها لغاية اما تنعم معايا وتبقى ناعمة وحلوة قوامها حلو. وهنزل عليها بالتوابل بتاعتنا. معايا ملح، معلقة ملح حلوة، وسبع توابل وفلفل اسمر. ومعايا بهارات كفتة، معلقتين حلوين كده من بهارات الكفتة، ان هي تديلها طعم حلو وريحة حلوة وانت بتقليها وبتطبخيها. دي اول حاجة عملناها. زي ما انتوا شايفين كده انا نعمتها وخليتها حلوة قوي. هفضها في طبق زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله جميلة وقوامها حلو. وهسيبها ترتاح في التلاجة شوية على ما نعمل الوصفة التانية مع بعض. معايا طاستين على النار. كل طاسة هحط معلقة سمنة صغيرة مش كبيرة. تحطي سمنة بلدي، زبدة، اي حاجة انت عايزة تحطيها، زيت اللي انت حباه ممكن تحطي فيه. معايا نص كيلو من الكبدة العصافيري، وده كبدة وكلاوي. هنحط الكلاوي الاول تاخد تشويحة وتاخد سوا الاول عن الكبدة، لان الكبدة ما بتغيبش لما بتيجي تشوحيها، ما بتغيبش. الطريقة دي حلوة قوي وان شاء الله لو جربتيها تعجبك جدا. ما بتاخدش وقت وما بتغيبش وطعمها بيبقى لذيذ. زي ما انتوا شايفين كده هفضل اقلب فيها لغايه اما لونها يتغير وتاخد سوا كامل. في المرحله ديت الكاميرا فصلت وانا ما خدتش بالي. سوينا الكبده بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها حلوه قوي. نزلت بالكلاوي لما استوت خدت نص تشويحه كده، ونزلت بالكبده بتاعتنا شرايح خدت تلويحه برضو، ونزلت عليها بفص ثوم كبير دقيته وعصره ليمون، ونزلت بالبصلايه بتاعتي، بصلايه جوانح دبلت، ونزلت عليها بفلفل الالوان، واديت لها تقليبه لغايه ما استوت ونشفت خالص من الصوص بتاعها اللي نزل فيها. حطيت توابلنا ملح وفلفل وسبع توابل، وبهارات الكبده بتاعتنا معلقه حلوه. ولما استوت خالص ركنتها على جنب، ونعمل الكفته. صبعناها زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. انا كنت عامله التسبيكه بتاعتها على النار وحطيت فيها بطاطسايه تديني قوام حلو وطعم حلو فيها. تاخد من الكفتة بتاعتنا، تاخد من طعم الكفتة التوابل بتاعتها وطعم اللحمة تبقى حلوة برضو. انا اول مرة اعملها ببطاطس بس بصراحة طلعت حلوة. حطيت طاسة على النار وبقلي فيها الكفتة زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هتحمر وهنزل بقى في التسبيكة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هنزل ببقية الكمية احمرها، وهنزل برضو احطها في قلب التسبيكة بتاعت الكفتة زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها تستوى معايا على النار. وهنحط اكلنا الجميل ديت الكبده بتاعتنا الشرايح مع الكلاوي بفلفل الالوان زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. ريحتها جميله جدا وطعمها جميل جدا. ودي الكبده العصافيري عملناها ساده من غير اي حاجه كده، كانت ريحتها حلوه قوي بعصره الليمون والفص الثوم اللي دقيته وحطيته عليها وتوابلنا الجميله عليه. ده عيش انا عاملاه للكبده، طعمه حلو قوي وجميل جدا بألف هنا. زي ما انتم شايفين كده هنحط طبق الجرجير ونحط الكبدة بتاعتنا كده والوانها الحلوة ديت بألف هنا. شكله حلو قوي. الاكل بيتكلم عن نفسه بصراحة، يشهي. اتفضلوا عندنا.
ربنا يحسن ما بين ايديك وتعملوا الاحسن والاحسن. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله على السندوتش بتاعنا، شكله جميل جدا. وعملت رز، وديت الكفتة بتاعتنا اللي احنا عملتها معاكم، فرمتها وعملتها معاكم. فاض بقيت العجينة بتاعتي عملتها في كيسين، ان هي تعمل لي مرتين كمان. ما شاء الله وفرت، عملت لي كمية حلوة ان انا اقدر اطبخ منها مرة تانية. ما شاء الله ما شاء الله، بألف هنا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الاحسن والاحسن. ما تنسوش تعملوا لي لايك عشان الفيديو بتاعنا يوصل لكل الناس. عايزين الدعم بتاعكم يا جماعة. ربنا يجعلها ايام هنا وسعد علينا وعلى أمة محمد يا رب. ربنا يفرحنا جميعا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب. ما تنسوش تدعوا لأمواتنا وأموات المسلمين يا جماعة. احنا في أيام مفترجة، ربنا يستجاب الدعاوي مننا ومن الناس كلها. وما تنسوش تعملوا لي لايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.